ازاي تعيش الباقي من رمضان من غير موبايل؟ رمضان من الضيوف العجولة جدا، بيجي بسرعة وبرضه بيخلص بسرعة. بما اننا خلاص في اواخر رمضان، فتعالوا نتكلم على روتين سهل وبسيط كده تقدروا ان انتوا تغتنموا بيه الباقي والفاضل من رمضان. مبدئيا كده انا عارفة ان حياة كل شخص فينا مختلفة عن غيره، ونمط حياتي اكيد بنسبة كبيرة جدا مش مناسب مع غيري. علشان كده انا مش هقول لكم امشوا على الروتين ده بكل كلمة فيه، لا انا هقول لكم خدوا من كلامي افكار وحاولوا تستفادوا بالمناسب لنمط حياتكم. مبدئيا كده من الحاجات اللي هتخلينا عندنا طاقة وقدرة على العبادة هو انكم لازم تاخدوا كفايتكم من النوم. يوم المسلم بيبدأ من وقت الفجر، او لو انت طالب بقى هيبدأ من قبل الفجر بساعتين 3 على الأقل. انت لو طالب زي ما انا قلت هتكون محتاج وقت للمذاكرة اكيد، ودول افضل ساعتين او افضل وقت ممكن تذاكر فيهم. هتحصل فيهم كمية معلومات رهيبة، لان الوقت ده كله بركة. ومش علشان احنا في رمضان هنسيب التعليم والشغل، ما دي عبادة برضه. فاحتسبوا النية لله علشان تاخدوا الأجر. احنا في الفترة دي لازم نحتسب أي عمل بنعمله إنه لله، حتى لما نقوم الصبح ونغسل وشنا احتسبوه لله وليكم الأجر بإذن الله. خلاص صحيت وصليت التهجد ودعيت واتسحرت، لو انت طالب بقى ابدأ مذاكرة لحد الفجر. طيب لو لأ، اقعد اقرأ قرآن، وما تنساش إن الذكر دايما في الوقت ده لازم يكون على لسانك، وادعي قدر ما استطعت. صلينا الحمد لله الفجر. لو عندك جامعة بقى أو مدرسة أو درس أو حتى رايح شغلك، فأعتقد إنه هيكون الساعة 9، فمن وقت الفجر لحد الساعة 7:30 اقعد اقرأ أذكارك واقرأ وردك من القرآن، وهتصلي ركعتين الشروق. الساعة بقت 7:30 خلاص، هتقوم تجهز وما تنساش النية وإنك تحتسب كل خطوة لله. طيب لو انت بقى قاعدة في البيت، هترجعي تنامي لحد الساعة 11 وبرضه تحتسبي النية لله انك هتنامي علشان ربنا يقويكي لعبادته وتقدري تكملي بقية اليوم. هنصحى الساعة 11، هنصلي صلاة الضحى، والكلام ده للكل. طالب بقى عندك شغل ايا كان، وسط صلاة الضحى لو عندك شغل هترجع من الطبيعي انك تكمل شغلك، ولو انت طالب فاكيد انك هتكمل يومك الدراسي عادي. بس خلي قلبك شغال بالذكر والتسبيح طول اليوم. انت طالب ما تتكسفش انك تطلب اذن من المدرس وتخرج تصلي صلاة الضحى. لو انت بقى قاعدة في البيت اكيد عندك شغل البيت، وطبعا مش محتاجة اقول انك هتحتسبيه كله لله، وجددي النية مع كل غرفة بتعمليها او كل اكلة بتعمليها. وحاولي وانت بتشتغلي كده قسمي الذكر، مثلا انا هرتب السرير دلوقتي، فعلى بال ما اخلص انا هصلي على النبي. انا هرتب مثلا المكتب الاول فانا هسبح، وهكذا بقى. خلصتوا بقى شغلكم وقت دراستكم، والطبيعي ان هو بيكون مثلا لو دراسة على الساعة 2 المدارس بتخلص، انت بقى شغال، فاعتقد ان الشغل بينتهي على بعد العصر. وانتوا راجعين بقى في الطريق كملوا الذكر وكملوا قراءتكم في القرآن. رجعنا البيت الحمد لله، هنصلي العصر بقى. لو فاضل على العصر مدة فهتاخد شاور او هتاخدي شاور وترجعوا تناموا لحد العصر. انتوا هتكونوا مخلصين وردكم في القرآن قبل ما ترجعوا البيت. علشان كده بقول في المواصلات حاولوا ان انتوا تغتنموا الوقت ده، بحيث ان انتوا لما ترجعوا البيت لو في وقت تعرفوا تناموا الساعتين دول. طيب لو العصر أذن بقى وما لحقتوش، هترجعوا على طول تصلوا. ولو في ساعة عاوزين تناموها ناموها، لو انتوا قادرين مثلا انتوا تقعدوا تذاكروا الساعة دي اعملوا كده. برضو لو بتعملي شغل البيت والعصر أذن عليكي، هتسيبي شغل البيت وترجعي تصلي وبعدين تكملي تاني. خلصتوا صلاة خلاص، هتقرأوا مذكركم بقى وهتقعدوا تدعوا لحد المغرب. طب ليه بقول قبل المغرب بساعة؟ علشان وقت الساعة اللي قبل المغرب دي تاني أفضل وقت بعد وقت الفجر. طيب نرجع تاني بقى اللي بتعمل شغل البيت وواقفة في المطبخ. أول لما هتخلصي صلاة العصر، أنا عارفة إن مش هيكون عندك وقت وإن أنت عايزة تجري بقى تخلصي الأكل علشان الفطار وكده، فهتعملي إيه؟ هتجيبي الموبايل تشغلي عليه أذكار المساء وتكرريها. الحمد لله اغتنمتوا الساعة اللي قبل المغرب خلاص، ودعيتوا وطلبتوا من ربنا اللي انتوا عايزينه، وفطرتوا وصليتوا المغرب. هتروحي تخلصي طبعا شغل المطبخ، وانت روح كمل مذاكرة لحد العشاء علشان تنزل تصلي العشاء وتراويحك. ولو عندك درس بعد صلاة التراويح تقدر ان انت تروح وانت مخلص صلاتك. وانسى بقى اي مسلسل انت مستنيه. خلصتي المطبخ بقى، لو لسه على العشاء شويه بقى اعملي حاجه اشربيها واقعدي ارتاحي شويه. اما لو العشاء اذنت هتروحي تصلي وتصلي صلاه التراويح، ومشروبك هتاجليه بعد الصلاه. الساعه تقريبا بعد صلاه التراويح هتكون 9،
وانت كمان هتكون خلصت دروسك. بلاش تسمع كلام صاحبك اللي هيقولك تعالى نسهر على القهوة لحد السحور، وخلص درسك وارجع بيتك. هيكون عندك تقريبا ساعة مسموح فيها بقى الموبايل، بس مش هنمسكه كده وخلاص، لا. فهنعمل ايه بقى؟ هنسمع بودكاست او اي فيديو تعليمي او دروس دينية. لو عندك مذاكرة هنركن الساعة بتاعت الموبايل دي على جنب وهتخلص فيها مذاكرتك. هتسيب اللي في ايدك وتروح تقرأ اذكار النوم وتنام، علشان ترجع تبدأ يومك من الفجر تاني. اعتقد بالنظام ده اليوم مثمر ومفهوش وقت خالص للموبايل، ولا انك تتفرج على مسلسل، ولا تعمل اي حاجة تضيع بيها يوم على الفاضي. وتاني مش شرط نلتزم بكل اللي انا قلته ده وتاخده كوبي كده وتطبقه. والله لو مناسب معاك خير، لو لأ تقدر ان انت تاخد اللي يناسبك وتغير في اللي مش مناسب معاك وتخليه يمشي مع نمط حياتك. انا ما قلتش بقى ولا نعتكف في المسجد ولا نقفل علينا اوضتنا ونقعد على سجادة الصلاة وما نتحركش، علشان انا عارفة انك اكيد عندك اطفال ومحتاجة ان انت تراعيهم، وانت اكيد عندك جامعة ومذاكرة، وانت اكيد كمان عندك شغل. والله لو قدرت تعمل كده يبقى خير، ما قدرتش فحاول ان انت تعيش الكام يوم دول من غير معاصي على قد ما تقدر. يا رب كلكم تخرجوا من الشهر ده احسن ما دخلتوه، ودعواتكم فيه كلها تكون مستجابة. باي.